يا عم الحاج ويا ست الكل، اسمعوا العجب ده كويس عن ناس لما تقول لهم صلوا وشوشهم تتقلب وتكش. تقول لهم يلا بينا نقف بين ايدين اللي خلقنا، يقولوا لك انت بتحرجنا وبتدخلنا النار قبل اجلنا. كأن الصلاة دي جريمة او ذنب كبير عملناه، وكأن اللي بيدعي للخير ده شيطان والعياذ بالله. يقولوا لك انت بتفتي وبتعمل شيخ علينا، وايه عرفك انت بالدين وايه اللي بيننا وبين ربنا؟ يا سلام، سلم على الفهم وعلى العقول النيرة دي. كأن ربنا عايزنا نفضل غافلين وما نسألش عن فرضه ليه. كأن الصلاة دي تقطيع عيشة أو منع للرزق يا ناس، وكأن الوقوف بين أيدين الخالق ده سبب في الإفلاس. يقولوا لك ربنا عارف اللي في قلوبنا وده يكفي، وكأن ربنا قال كفاية نوايا ومش عايز منكم وقفة وصفي. يا سلام، سلم على الأعذار اللي ملهاش أي أساس. كأن ربنا قال براحتكم صلوا لما تحسوا الإحساس. يقولوا لك أنت بتدخل في الملكش فيه وبتفرض رأيك، وكأن دعوة الخير فرض عين مش مجرد كلمة في طريقك. يا جماعة الخير فوقوا واسمعوا الكلمة دي مني، الدعوة للصلاة مش إهانة، دي رحمة وخوف عليك وعني. الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة طهرة، الصلاة هي النجاة. اللي بيدعي غير ليها بيتمنى له الخير والثبات. مش معقول لما حد يقول لك بلاش تعمل الغلط ده تقول له انت تتهمني وبتدخلني النار كده ليه؟ لما نقول لك صلي بتشوفها اهانه وخصام. ده ربنا اللي امرنا بيها وده طريق السلام. ليه بتخافوا من كلام الناس وما تخافوش من ربنا؟ هو ده اللي بايده الجنه والنار، وهو اللي ليه المنتهى. ليه بتحسبوها كفر وذنوب لما حد يفكركم بالدين؟ ده دين نصيحه يا عالم، وده طريق الحق المبين. يا ريت الناس تفهم ان دعوه للخير مش عيب، دي محبه ورحمه وخوف على القريب وعلى الغريب. اللي بيذكر غيره بربنا ده بيتمنى له الجنه وبيخاف عليه من عذابها. يا ريتهم يفتحوا قلوبهم لكلام الحق والنصيحه ويعرفوا ان الشيطان شاطر وبيزين لهم القبيحه. يا ريتهم يبطلوا الحساسية الزيادة والخوف من كلام الناس ويركزوا في كلام ربنا وفي الطريق اللي فيه خلاص. وفي الآخر نصيحة من قلبي، الدعوة للخير محبة. اللي بيحبك بجد هو اللي بيخاف عليك من عذاب ربك.